ما تكملش علشان انت بس بتحب، او ما تكمليش علشان بس انت اتخطبتي وما اتقالش عليكي فسخت خطوبه. محدش يكمل الا لو هو متاكد ان العيوب دي هيقدر يعيش معاها بقيه حياته. طب هي هتتغير؟ ممكن تتغير، لكن احتمال 1 مليار في المية لا منطق ولا انت تدخلي منطق. انتوا دي شقتكم، انتوا ممكن تاخدوا رايهم. انا مش بقول ان انتوا ايه، بس ممكن يعني تاخدوا رايها، يا ماما مثلا نجيب البتاع الفلاني لو انتوا مثلا الاثنين محتارين في حاجه. خلاص، لا ده دي احلى، ده دي احلى، ماشي. لكن بقى ما تجيش بقى مامتك بقى إيه بقول لك ايه، هدي ده دي مش عارف ايه ده، هي دي اللي هتستحمل وكده. طب هي عايزه الثانيه، والاثنين مثلا في الرينج اللي انت ان شاء الله هتقدر تجيبه. يعني مش بقول مثلا هي بتتكلم في حاجه عاليه قوي قوي قوي، وحاجه انت بتتكلم في حاجه اللي انت هتقدر تجيب، لا الاثنين في نفس الرينج. مامتك عايزه حاجه وهي عايزه حاجه، في الحاله دي هتجيب اللي مراتك هي اللي عايزاه. ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ امي عايزه حاجه واروح اجيب اللي مراتي عايزاه؟ انت هنا بيجي الاختيار اللي هو بتاع اختيار شريك الحياه بقى اللي هيعيش معايا ده. ما هو انا لو جبت شريك حياتي ده في عيب فلاني كبير جدا بالنسبه لي وكملت معاه عشان انا خطبته، ولا عشان انا جبت شبكه، ولا هي علشان انا اتعمل لي خطوبه ولا كده وكملت معاه، هتوصلوا للطلاق. وده احنا مش عايزين. يعني انا لو هنفسخ خطوبه احسن 1000 مره من ان احنا يحصل طلاق. تمام؟ فاللي هو مش هكمل بقى وخلاص. يعني هنا الاختيار، هنا الاختيار. انت هتتضغط جدا في الفتره دي، فهتبقى عصبي اكتر. معلش يا عروستنا استحمليه. هيبقى مضغوط والله. هو مش ما عادش، لا ما تقعديش تقولي بقى ده انت ما عدتش زي الاول، ده انت كنت في الاول بتجيب لي هدايا. وممكن حتى يبقى مضغوط ماديا فما يعرفش يجيب نفس الهدايا اللي كان بيجيبها في الاول. فمعلش انت كده عروسه شطوره كده وعاقله، هتعملي ايه؟ هتستحملي الراجل ده، لان هو دلوقتي احنا في زمن صعب. ماشي؟ الراجل بيشتغل وبيشقى وبيعمل كده. مفيش حاجه اسمها نسيب بعض ولا بعد الجواز. طبعا انا لسه هجيلك في بعد الجواز دلوقتي، احنا كل ده في قبل الجواز. بعد الجواز طبعا فكره الطلاق دي انا مش هقول لك برضو الا في الحالات امتى اللي تطلق وامتى اللي تطلبي الطلاق. لكن في الحياه كل ده، في الفتره دي بكل خناقاتها، ما تفسخوش الخطوبه طول ما انتم متوافقين مع بعض. حتى لو كل ساعه بتتخانقوا كملوا، والشيطان بقى يعمل اللي يعمله. يبص يقول لكم ده هي ما بقتش زي ده، هي دي مش مناسبه ليك. يروح يقول لها هو ده اللي هتعيشي معاه؟ ده شوف ده اتعصب عليك بكره يضربك. هيقول لك الكلام ده، هيقول لك الكلام ده يا سيدي. بالنسبه بقى لفتره الخطوبه، ايه اللي المفروض بيحصل فيها؟ الخروجات بيبقى شكلها عامل ازاي؟ ايه المشاكل اللي بتحصل في فتره الخطوبه والكلام ده كله؟ الحمد لله والموضوع مشي والزغاريط واتبسطنا. وانت داخل طبعا، وانت داخل قرايه الفاتحه دي هنا لابس بقى بدله، او لابس على الاقل بنطلون وقميص وبليزر. تمام؟ لبس برضو كده لازم تبقى ايه، دايما واخد بالك من نفسك ومن شكلك وكده. والمناسبات دي اصل ما فيهاش، لان والله كنت اعرف صديق يعني كان راح قرايه الفاتحه دي، كان راح بتيشيرت. فالموضوع ده قعد بقى بعد كده يعني متنساش. واعرف حد تاني كان قريب برضه حاجه شبه. فبص فانا ممكن الحاجات دي مش كل بياخد باله منها. فانت لا لازم تلبس. اصل انت لو مش هتلبس النهارده البدله، ولا مش هتلبس النهارده البليزر ولا كده، هتلبس امتى الحاجات دي؟ فاهم؟ فلازم تبقى انت كده وداخل بورد وداخل بجاتوه وداخل، فاهم؟ ومعاك عيلتك بقى وبعربيه، وفاهم حاجه كده ايه تشرفكم، لان الكلام ده هيقعد بعد كده. وهنفتكر وهتبقى عشان تبقى ايام جميله، ونفتكر بقى اللي هي ايه. ولو كان فيها مواقف محرجه او كده معلش عادي يعني، مش لازم يعني كل حاجه تبقى، لا عادي بيبقى فيه هزار وبيبقى فيه الدنيا. صدقني هتبقى لو انت دخلت البيت الصح وكده الدنيا هتبقى حلوه قوي ان شاء الله. قريتوا يا سيدي الفاتحه واتفقتوا هتعملوا خطوبه مثلا كده، او انتوا قلتوا خلاص يعني مش هنعمل خطوبه. برضه انا دايما كل حاجه انا اقول لك اللي بيحصل، اصل الاغلب انا عارف الدنيا ماشيه ازاي، وهقول لك اللي انا بعمله. انا كرفعت انا مش هعمل خطوبه اللي هي فيها مثلا في ناس بتعجز مثلا قاعه وفرح وبتاع ده واغاني قصدي وكده. لا انا مش هعمل ده خالص. انا لو عملت خطوبه هتبقى اللي هو على قد هنتلم انا والعيله القليله جدا. وبعدين اصلا المفروض يبقى في اصرار في الخطوبه. اللي هو مثلا هتبقى اللي هي حفله اللي احنا جبنا الشبكه بس وخرجنا. ممكن نعملها في كافيه، ممكن نعملها في البيت او كده، قاعده بس وخروج على قد كده وشكرا. لكن في ناس بتعمل خطوبه. ماشي يا سيدي، انت راجل هتعملها، بس بص هتعملها بما يرضي الله، يبقى على دماغه. هو ده اللي انا بقول لك عليه.
انتوا اتفقتوا قرايه الفاتحه دي بس، كان اتفاقات، والخطوبه بعد كده هتعملها بقى باي إن كان الشكل، بس بما يرضي الله، بعيدا عن الرقص والاغاني والكلام ده. تمام ماشي. عملتها بقى زي ما انت عملتها، ماشي، ده الشيء ده بره عني. ماشي، انا قلت لك على الايه، على اللي انا بعمله واللي انا بتكلم فيه. بالنسبه بقى لفتره الخطوبه، ايه اللي المفروض بيحصل فيها؟ الخروجات بيبقى شكلها عامل ازاي؟ ايه المشاكل اللي بتحصل في فتره الخطوبه والكلام ده كله؟ برضه هقوله لك. لسه معانا تقريبا على الطريق ساعه، فانت وحظك زي ما وصلت، يبقى معلش بقى انا هسيبك في نص الخطوبه. خلصنا يبقى ان شاء الله يبقى انت كده. طيب يا سيدي، فتره الخطوبه، فترة الخطوبة دي مش فترة بقى فسح، ها، وخروجات وبحبك وبتحبيني ووحشتك ووحشتيني والكلام ده، لا. امال فترة الخطوبة دي ايه؟ بنتعرف على بعض. اللي حصل في الاول، اتعرفنا تعارف كده، يعني اللي هو ايه، حاجات مبدئية، اللي هو يعني الطبقة الاجتماعية، الشكل، طريقة لكن لسه في حاجات بقى كتير جدا في الشخصية. هتعرف على البنت دي شخصيتها شكلها عامل ازاي، إيه اهلها فعلا شكلهم عاملين ازاي او كده. الكلام ده ما بيحصلش، سيبك من الاول، ده كان رسميات وحاجات، فاهم. لكن انت مش كده، انت ما اتعرفتش عليهم بقى، فاللي جاي فسح وحب ولفلفه لا 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 لا. اللي جاي تعارف. لو انت عايز خطوبتك دي تكمل ان شاء الله على خير. كلام برضو للشباب والبنات، على فكره انا جمهوري 52% تقريبا شباب و 48% بنات، فيعني اللي هو يعتبر 50 50. فالكلام انا بقوله للاثنين. يمكن انا هنا بس عشان كنت بحكي الموضوع ده، طبعا اوله كان ازاي تتعرف على بنت او كده، لكن اللي جاي بقى ده كله للشباب وللبنات. تمام. وطبعا هي طبعا ده كل ده هيبقى سلسله، فهتبقى فيديوهات، فانا ممكن اخلي الفيديو ده لوحده علشان يبقى البنات برضه تتفرج عليه. طيب هنعمل ايه يا شباب، هنعمل ايه يا بنات في فتره الخطوبه؟ بنتعرف على بعض. طيب احنا هنتعرف على بعض ازاي؟ مش شات، لا طبعا، ولا شات ولا موبايلات ولا الكلام ده. مش ده اللي بيعرفنا على بعض. بص انا ما بمنعش، مش بقول لك ما تكلموا، لكن اللي عايز تتكلم شات مثلا ممكن تعمل جروب انت وهي مثلا، بص الاخوه يبقى انت وهي ومامتها. ماشي، في الحاله دي ممكن هي اللي انت وهي ومامتها مثلا، عشان تبقى تكلمها او كده، وما يحصلش بعد كده إيه امور اللي هي اللي فيها، عشان ما يحصلش بقى تضعف، او انت تضعف او هي تضعف، فنقول بحبك والكلام ده. لكن لما يبقى موجوده الام وكده هنتكسف، نحس يعني كده، فنتكسف على دمنا. ماشي. فانت لو ده اللي هو الشات، لان انت في اوقات هتبقى فيها في الشغل، اوقات هي مثلا في الجامعه او كده، فهتبقوا عايزين تطمنوا على بعض من وقت للتاني. فانا بقول لك برضو ايه، اللي هو مش هقفلها في وشك يعني خالص او كده. انا بتكلم باللي بيحصل واللي كده. لكن بلاش يعني، على قد ما تقدر بالله عليك. انا عارف برضو ان انتوا هتتكلموا شات وعارف كده، بس يعني حاول تاخد مني حتى. واقسم بالله لو انا شخصيا هعمل كده، يعني انا ممكن على فكره اتكلم شات وممكن اعمل حاجات من دي، بس انا بحاول، انا نفسي تبقى احسن مني يا سيدي. انا على الاقل هنصحك يعني ما تعملش الغلط اللي انا بعمله او كنت انا بعمله او كده، فاهمني. فهو عارف ان الامور دي مش دايما بتمشي كده، بس والله العظيم احسن لقلبك ان انت تعمل جروب ده، تدخل تبقى انت ومامتها وهي، ومنها تطمن عليها، تسال عليها، هي تطمن عليك انت فين في الشغل، هي في الكليه، طب رايحه امتى، ماشي. ده الكده. طيب هل هو التعارف كله هيبقى كده؟ لا طبعا، لازم هتحدد يوم في الاسبوع، لازم هتحدد يوم في الاسبوع هتروح لهم، او يوم كل اسبوعين، او فاهم. خليها يوم كل اسبوع، ما تطولش عن كده. يعني انا بشايف الافضل يبقى كل اسبوع تروح لهم البيت او كده. ليه؟ علشان ما تتعرض يشوفوك، وهيحصل ظروف، او ممكن مثلا تخرجوا انتوا العيله كلكم. يعني خلي يوم في الاسبوع هتشوفوا بعض، مش اكتر من كده. يعني بقى يعني ما يبقاش اللي هو لا ده فانت كل يوم هتشوفها ولا الكلام ده، لا. انت دلوقتي اصلا بعدين المفروض انت راجل دلوقتي، انا بنيت حياتك في الاول، احنا نسيناها ولا ايه؟ انت راجل عندك شغل، وراجل عندك تمرين، وعندك صحابك، وعندك اهلك، عندك حياه، هي جزء من حياتك. ونفس الكلام، انت بنت بتدرسي دلوقتي، وبنت ليكي مثلا صحباتك، وبنت ليكي مش عارف ايه، فاهم. فعندك حياه، هو جزء، هيبقى جزء منها، وطبعا هيبقى الجزء الاكبر، وهي هتبقى الجزء الاكبر من حياتك. لكن انا بتكلم حاليا فتره الخطوبه، ماشي. لكن بعد كده لما هتبقى مراتك هتبقى كل حاجه بالنسبه لك. انا هجي عشان ما تفهمش يعني ان احنا اصل الناس لما بنخطب بنفتكر ان احنا متجوزين. انا عارف ان ده بيحصل، حتى انا بقول بنفتكر، لان انا برضو بفتكر كده.
لكن ده مش معناه كده خالص. بعد الجواز حاجه تانية خالص خالص خالص. فانا انا هكلمك في الصح، مش يعني في الحاجات اللي هي الصح برضو في الدين وفي الكده. وفي حاجات انا احاول والله العظيم، انا خد بالك انا احيانا بتفرج على الفيديوهات بتاعتي لان انا في كلام بنساه، في حاجات انا بتغافل عنها، لكن لو وقت ما بقولها لان انا كنت اشتغلت مدرس فتره، فدي بتبقى امانه. واي حد اشتغل مدرس هو عارف يعني ايه وقت لما حد هيجي يشرح درس لطالب، لو هو مدرس فعلا عنده ضمير وكده، هتلاقيه بيتكلم، بص بياخد باله من كل كلمه بيقولها علشان ما يبقى، لان دي امانه. انا لا ينفع اقصر في حاجه، لا اختصر مثلا في حته، ولا ينفع ازود من عندي. لا انا لازم، لان انا اعلم الطالب ده. فانا عشان عندي قعدت اشتغلت مدرس تقريبا سنتين ونص او 3 سنين، فهتلاقي عندي الحته دي. فاحاول على قد ما اقدر ان شاء الله ان انا ادي، لكن مش فالكلام ده انا اصلا برضه هحتاج. طيب احنا اتفقنا ان احنا هنشوف بعض مره كل كل اسبوع. الافضل والاسهل ان انت تروح لهم، يعني تشوف طبعا اليوم اللي هو الاب بيبقى فيه اجازه والام متناسب معاهم برضو. ان انت تروح سواء هتروح لهم البيت، هو هيبقى الاغلب ان انت هتروح لهم البيت، او ممكن برضو ايام انتوا مثلا تخلي في ويك اند بتخرجوا فيه انتوا كلكم. انا مش عايز اي خروجات يبقى انت وهي لوحدكم، ماشي؟ يعني على الاقل على قد ما تقدر، بس يعني خلي مثلا لو انت ناوي من 100 90% او 99% هيبقى انت والعيله وكلهم، والله العظيم ده احسن وصدق، وهتبقى مبسوط وهتشوفها وهتتعرف عليها وتتكلم معاها وكل ده. وخلي واحد لو في مره هتخرجوا مع بعض انتوا الاثنين لوحدكم، يعني اللي هو مثلا بابا ومامتها بيشتروا هدوم مثلا وانتوا حوالين المنطقه، تمام، ممكن يعني ممكن ده يحصل. لكن الافضل ان انت تخلي كلكم مع بعض وانت تتعرف عليهم وهتتكلم معاها، وهم ممكن هيسيبوكوا مثلا تمشوا قدامهم خطوتين عشان تعرفوا تتكلموا في حاجات، تتكلموا مثلا في اتفاقات على عامل الشقه ازاي او كده. فهتقعدوا يعني فاهم، لما تبقوا خارجين ده مش معناه بقى ان انا مش عارف اتكلم او انا مش هعرف اعمل، لا هتتكلم وهتتعرف عليها وهتقعدوا في كافيه كلكم وهتلعبوا وهتعملوا، فاهم؟ فتره الخطوبه جميله وفيها حاجات كتير حلوه، بس انا عايز الاكتر ان احنا بنتعرف على بعض كلنا. هما بيتعرفوا، وفي ايام طبعا انت هتروح انت وعيلتك كلهم، بس طبعا يعني مره في الاسبوع ده هيبقى لوحدك. لكن مثلا ممكن هم يعزموكوا مره في الشهر، انت تعزمهم مره في الشهر، او ممكن يعني في رمضان هم يعزموكم وانتوا تعزموهم. الكلام ده يعني ايه كل ده بيحصل. لكن الاكتر انت اللي هتبقى عندهم طول فتره الخطوبه، وفي الجواز هي ما اكتر هتبقى عندك. يعني هو ده المتعارف عليه. فانتوا دلوقتي انتوا بتخرجوا انتوا العيله، فهتيجي تبص مثلا لما تيجي تتعامل مع الويتر، هم يشوفوا مثلا انت عصبي مثلا، بتزعق في الويتر ولا لا، بتعامل الناس ازاي، بنتهم دي مثلا انت لما تبقى قاعد برضه بعزمها انت بقى، تلاقي حاجه مش لازم تعزم العيله كلها. انا كنت بعمل كده في فتره، وهم كانوا احيانا بيعزموني كتير برضه في الخطوبه اللي اللي فاتت دي. هم كانوا كرامه لاقصى درجه، ده مستحيل انكر حاجه زي كده. وفاهم يعني، فاهم اللي هو يعني عموما انت لو عزمت وكده، هم يبقوا عايزين يعزموك مره انت تعزمهم مره، فاهم؟ عايزك تبقى جنتل كده. بس بنتهم يعني حاول انت على قد ما انت رايح لها كل مره تجيب لها هديه بسيطه، تجيب لها حاجه حلوه، تجيب لها ايس كريم، فهمت كده؟ علشان برضو الدنيا، وكل ده قدامهم هو فاهم كل ده ما فيهوش غلط. صدقني يعني كل اللي بكلمك فيه ده ان شاء الله حلال 100%. يا رب اللي اقدر عليه يبقى كله مظبوط. لو وقعت في حاجه يا رب سامحني فيها لو ما خدتش بالي منها. فانت هتروحوا هتتقابلوا، هتشوفوا بعض في مواقف، هتروح تتغدى عندهم مره في البيت، هتروحوا مره كلكم المكان الفلاني، هتروحوا النادي، هتقعدوا هنا. فخلال الفتره دي انتوا يعني مش من غير بص، ما تحطهاش في اختبارات. يعني انت مالكش انها تحطها في اختبارات، ولا هي ليها ان هي تحطك في اختبارات. امال ايه اللي هيحصل في المواقف دي؟ والله كل حاجه هتظهر، وربنا والطيبات للطيبون والطيبون للطيبات. بس يعني ربنا ان شاء الله خلال الفتره دي هي كل حاجه يعني هتبان. يعني احنا اللي بيتجمل ده بيتجمل مره او اتنين، لكن في اوقات انت هتخرج فيها عن شعورك، هتتعصب مثلا على حد. في اوقات هي مثلا لو هي مثلا كان فيها عيب فلاني هيبان، فهنعرف عيوب بعض وكده. واهم حاجه في الفتره دي نشوف بقى عيوب بعض دي احنا هنقدر نعيش معاها ولا مش هنقدر. يعني انا دايما هشوف الشخص ده، كلنا فينا عيوب صح، لكن في عيوب انا اقدر اعيش معاها غيري ما يقدرش يعيش معاها، والعكس في عيوب غيري يقدر يعيش معاها انا ما اقدرش اعيش معاها.
فاهم؟ كلام للولاد والبنات. يعني في بنت مثلا ممكن تقبل الراجل بيشرب سجاير، في بنت مستحيل عندها. في راجل ممكن يقبل مثلا البنت اللي صوتها عالي، في راجل مستحيل يقبل كده، فاهم؟ فانت هتشوف المناسب ليك. او يعني احنا ايه، يعني احنا خلال فتره الخطوبه دي ممكن نفسخ؟ اه طبعا، اه طبعا ممكن تفسخ. ده يعني ده طبيعي اصلا. مش الطبيعي ان انا بقول كله يسيب بعض، بس قصدي على الطبيعي ان احنا بنشوف احنا متوافقين مع بعض ولا لا. انا عيوبي دي، يعني هي طبعا المميزات كلنا نبقى عايزين، الراجل مثلا عايز البنت الرقيقه الجميله اللي صوتها واطي، اللي بتاخد بالها من كلامها، اللي والبنت اللي لازم تبقى عايزه واحد برضه يبقى شكله جميل، يبقى مسؤول، يبقى بيصلي، يبقى مش بيدخن، يبقى كل احنا عارفين الحاجات اللي احنا عايزينها. لكن في حاجات بقى العيوب انا ما اقدرش استحملها فيها كذا، لو لقيت فيها العيب الفلاني ده ولقيته بيتكرر وانا مش كده، لا في حاله زي كده لو انا مش، انا دايما بقول في الاغلب انت مش هتعرف تغيرها، ولو غيرتها هي هترجع تاني للكده. يعني اللي متابعني عارف الموضوع ده، عارف ان انت مستحيل هتقدر تغيرها، وانت مستحيل تقدري تغيريه. يعني هو في الطبع الفلاني انت لو عملت ايه وهو اتغير فيه هيرجع له تاني. بطل العيب الفلاني اللي كان بيعمله ده هيرجع يعمله تاني، هي بطلت العيب الفلاني ده هترجع له تاني. فانت شوف العيب الكبير اللي فعلا في شخصيتها او كده ومش هتقدر تعيش معاه. في الحاله دي اللي هو لو عيب فعلا انت مش هتقدر تعيش معاه، ممكن نفسخ الخطوبه. لكن عيب صغير او كده معلش عادي، لسه كلنا فيها عيوب. بتعمل حاجه هي فيها كذا، انت فيك برضو عيب فلاني، فاهم الحاجات اللي نقدر. فدي اهم حاجه. انا اشوف، مش اشوف ايه المميزات اللي تناسبني، انا اشوف ايه العيوب اللي هقدر اعيش معاها، وايه لو في عيوب مش هقدر اعيش معاها. اظن ايه النقطه دي واصله، لان هو ده هنا الاختيار. هنا بيجي الاختيار اللي هو بتاع اختيار شريك الحياه بقى اللي هيعيش معايا ده. ما هو انا لو جبت شريك حياتي ده في عيب فلاني كبير جدا بالنسبه لي وكملت معاه عشان انا خطبته، ولا عشان انا جبت شبكه، ولا هي علشان انا اتعمل لي خطوبه ولا كده وكملت معاه، هتوصلوا للطلاق. وده احنا مش عايزين. يعني انا لو هنفسخ خطوبه احسن 1000 مره من ان احنا يحصل طلاق. تمام؟ فاللي هو مش هكمل بقى وخلاص. يعني هنا الاختيار، هنا الاختيار ما بيبقاش قبل ما انت تعرفها. لا، انت في الاول انت عرفت شويه حاجات فانت ممكن تلاقيها كانت متناسبه معاك، لكن بعد ما شفته بعد خلال 6 شهور خلال السنه دي هتظهر عيوب تانية ما كانتش موجوده في الاول. فانت هتشوف بقى انا عشت معاها هقدر اعيش معاها، انت هتشوفي انا هقدر اعيش مع العيوب دي ولا لا. لكن دي اهم حاجه والله. ما تكملش علشان انت بس بتحب، او ما تكمليش علشان بس انت اتخطبتي وما اتقالش عليكي فسخت خطوبه. محدش يكمل الا لو هو متاكد ان العيوب دي هيقدر يعيش معاها بقيه حياته. طب هي هتتغير؟ ممكن تتغير، لكن احتمال 1 مليار في المية. فاهم؟ شوف بقى والله العظيم اعتبر ان الاحتمال زيرو. فانت هتتاكد ان العيب ده هتعيش معاه بقيه حياتك ان ما كان هيزيد اصلا. انا عايزك تبقى كده ان شاء الله. ممكن ربنا يهديه وهو يبطل، او هي بس الاكتر ان انتوا مش هتبطلوا العيوب دي. فخلال الفتره احنا شفنا عيوب بعض وكده. طيب لقينا ان احنا متناسبين الحمد لله، وطلع فيها عيوب فلانيه بس انا العيوب دي بالنسبه لي تمام، وهو طلع فيه العيوب الفلانيه دي بس انا بالنسبه لي كبنت الكلام ده تمام. يبقى الحمد لله خير وبركه، نكمل ان شاء الله في الخطوبه. طيب هنيجي بقى خلاص، احنا هي خطوات والحمد لله هوصلك. انا قلت لك هوصلك ان شاء الله لحد ما هتتجوز. هتيجي دلوقتي انتوا خلاص الموضوع ابتدى يقرب. مثلا هي كانت الخطوبه مثلا خلينا نقول سنه ونص، لان انا باخد بالي ان السنه ونص دي حصلت في خطوبات كتير قدام عيني. فخلينا نمشي ان هي الخطوبه دي كانت سنه ونص. اول 6 شهور انت راجل بتشتغل وبتجهز نفسك، بتمدى بتجهز فلوسك، بتظبط دنيتك، سواء انت كنت يعني متفق على عفش شكله ايه او كده، لسه بتظبط الدنيا ماشي. طيب فاول 6 شهور دول كان بتشوفهم وبتشوف لسه ما فيش اي تجهيزات ولا اي حاجه. كل اللي بيحصل انت لما بتحوش مبلغ مثلا بتجيب بيه ذهب وتعينه علشان الفلوس ما تقعدش قيمتها تقل، وتيجي في وقت قبل التجهيزات تقوم بايع الذهب ده ان شاء الله وجايب حاجه. ونفس الكلام للبنت برضه، لو باباها مثلا بيجهزها لسه، احنا قربنا خلاص لسه حلينا اهو. لو البنت باباها بيجهزها يبقى هو برضه خلال الفتره دي هات اي فلوس تحطها ذهب برضه لحد ما تيجي ونقوم بايعها. اسهل طريقه بدل ما تحطها في بنك ولا الكلام من ده. حلو. طيب هنيجي في اخر بقى 4-5 شهور تجهيزات بقى. هنا الشيطان، التجهيزات مع الشيطان. يعني ده انتوا بتجهزوا للفرح، الشيطان بيجهز لايه؟ ازاي انتوا هتسيبوا بعض قبل الفرح. هو ده اللي هيحصل. اسمع مني انا بقى، اسمع مني هنا يعني بالذات. انا اللي اقول لك على اللي جاي ده. صلي بينا على النبي. دلوقتي احنا كان بينا احنا كل حاجه اتفقنا عليها هم هيجيبوا ايه
واحنا هنجيب ايه. طيب هنيجي بقى هنبتدي ننزل، انت هتنزل معاها، هتنزل معاهم كلهم ايا كان تنزلوا، هتختاروا بقى. انت الشقه موجوده خلاص، يعني لازم اول حاجه تجيب طبعا الشقه قبل ما تجيب العفش والكلام ده. شقه ايجار او ملك، انا مش بتكلم ان انت تشتري شقه، انت جبت شقتك الايجار يا سيدي، فهي اللي بناء عليه هنبتدي نجيب العفش. هنجيب بقى لو هي ايجار هنجيب العفش اللي هو الستاندرد اللي بيتحط على اي شقه، لان ممكن الاحتمال انت تغير الشقه دي بعدين. انا عايز اقول لك كل التفاصيل علشان انت لو ما عندكش اي فكره عن الموضوع يبقى انت خدته كله، ويبقى ايه يبقى ان شاء الله توصل كده وما يبقاش في اي حاجه تانية بره الموضوع، ما تحتاجش حاجه تانية ان شاء الله. ماشي. فانت دلوقتي جبت الشقه بتاعتك الايجار يا سيدي، او جبت الملك انت لو ربنا فتح عليك، او ايا كان المكان اللي انتوا هتعيشوا فيه. هنبتدي بقى ننزل نجيب العفش. طيب في اوقات انتوا هتنزلوا انتوا الاثنين عشان مش متناسب مع الاب مثلا ان هو يجي معاكم، في اوقات هتنزلوا انتوا الاثنين والام، هتنزلوا انت ومامتها وهي ومامتك، فاهم؟ لان حاجات كتير جدا، هي هتنزل لوحدها، مامتها هتنزل لوحدها، لان طبعا الرفايع بقى بتاعتها بقى البنت مثلا وهي بتجيب كده، مامتها هتنزل تجيب لها، هم ينزلوا يجيبوا، فاهم بالهبل. طيب احنا هنقعد نختار مع بعض وكده، هيحصل اختلاف بقى ايه، لا ده انا عايزه كده، لا مش عايز، مش لا انا فاهم، انا عايزك انت بقى الراجل هنا. ماشي. بعد اذنك اي حاجه هي تقول لك عليها هات. اصل هو الموضوع ايه يعني، مثلا احنا عمالين بنختار، مش بقول لك ان انت هتبقى، لا انا بتكلم في الحاجات اللي هي الشكل. هم البنات بيحبوا، وعلى فكره في الاغلب بيبقى ذوقهم احلى مننا، بس هي عايزه اوضه يا سيدي لونها بيبي بلو، انت عايزها لونها اسود، معلش هاتها بيبي بلو، مش هيحصل حاجه، ده لون. هي الاغلب اصلا انت هتبقى بره البيت في الشغل، هي عايزه الحلل والحاجات. طبعا المطبخ لو دخلت فيه يبقى انت عندك مشكله، لكن المطبخ طبعا من الالف للياء هتبقى هي ممكن تختار معاها، بس انا قصدي يعني ما تختلفش معاها في المطبخ. طبعا المطبخ ده هي اللي هتعيش فيه اصلا، او هي يعني بيتها هي اللي عايزه تجيب فيه. بس انا قصدي الحاجات اللي هتختلف فيها لا تنازل، الراجل هنا هو اللي بيتنازل، لان دي حاجات شكليته مش تنازل يعني، اللي هو لا عادي معلش يعني، كبر دماغك كده، خليك راجل ايه عاقل، وهي ان شاء الله يبقى ذوقها حلو او كده. لكن بقى مش بص بقى، عشان وما تدخلش لا مامتك ولا انت تدخلي مامتك، انتوا دي شقتكم، انتوا ممكن تاخدوا رايهم. انا مش بقول ان انتوا ايه، بس ممكن يعني تاخدوا رايها، يا ماما مثلا نجيب البتاع الفلاني، لو انتوا مثلا الاثنين محتارين في حاجه، خلاص لا ده دي احلى، ده دي احلى، ماشي. لكن بقى ما تجيش بقى مامتك بقى بقول لك ايه، هدي ده دي مش عارف ايه ده، هي دي اللي هتستحمل وكده، طب هي عايزه الثانيه، والاثنين مثلا في الرينج اللي انت ان شاء الله هتقدر تجيبه. يعني مش بقول مثلا هي بتتكلم في حاجه عاليه قوي قوي قوي، وحاجه انت بتتكلم في حاجه اللي انت هتقدر تجيب، لا الاثنين في نفس الرينج. مامتك عايزه حاجه وهي عايزه حاجه، في الحاله دي انت مش ملوش اي علاقه بعقوق ولا كده، هتجيب اللي مراتك هي اللي عايزاه. ايه يا عم اللي انت بتقوله ده، امي عايزه حاجه واروح اجيب اللي مراتي عايزاه، انت ايه يالا انت مقطف انت. اسمع مني، اسمع، بص والله العظيم انت دي حاجه ملهاش اي علاقه بعقوق، ولا ليها علاقه بمامتك بتحبك او انت بتحب مامتك او لا. يا ابني انت بتعمل ايه هي، ولا انا بقول لك بتكلم يعني لو مامتك كان فيها حاجه زي كده، اصلا مامتك ممكن تبقى اعقل منك في حته زي دي، هتقول لك يا ابني هات اللي مراتك عايزاه، انت هتجيب اللي انا عايزه ليه وانا هاجي اعيش معاكم؟ بيتها وهي بتختاره، يبقى هي حره، عايزه تختاره شكله عامل كذا، اللي هي البنت دي. مامتك هي شايف حاجه معلش، وهي برضو بمنتهى الذوق، هي البنت ممكن تتكسف وتقوم جايبه اللي مامتك عايزاه، بس هتبقى مش مبسوطه بيه، وممكن تيجي تقول لك بعد كده ده ما كنتش عايزاه ولا كده. في حاله زي كده خلاص، لا يا حبيبتي انت عايزه انهي، فمامتك لا هي مصره لا ده احلى، تقوم رايح لمامتك معلش يا ماما هي عايزه كده، ده ذوقها وهي بتحبه كده، انت عارفه بقى، وتاخد الموضوع بقى هزار مع مامتك. ذوق البنات بقى غير زمان، انتوا ذوقكم كان حلو وكده، لكن ذوق البنات الجديد هو ده بقى المودرن، وفاهم، وخد الموضوع لا تبقى انت زعلت مامتك ولا تبقى زعلت مراتك او اللي هي خطيبتك يعني، فاهمني؟ لان انا بكلمك في ايه، في كل ممكن الحاجات دي اصلا ما تحصلش، ممكن مامتك وهي يبقوا بيعشقوا بعض والاثنين ذوقهم واحد، فاهم؟ بس انا بتكلم دايما في الوحش عشان تعرف ازاي تتصرف في حاله زي دي، عشان ما تقومش قايل بقى ايه انا في مقارنه دلوقتي ما بين مامتي ما بين مامتي وما بين خطيبتي. لا هي مش مقارنه خالص، انت ممكن تكسب الاثنين على فكره، فاهم؟ فانا بقول لك ولا انت هتزعلها، انت هتاخد الموضوع بهزار زي ما قلت لك، بدل ما ممكن تقول بالظبط اللي انا قلته ده، لا يا ماما ده هو الذوق الجديد ده، هو ما بقاش حلو ومش عارف ايه، وفي الاخر تبقى انت رضيت مراتك او خطيبتك ورضيت مامتك والموضوع خلص على كده، ماشي؟ طيب نفس الكلام الام، هي ممكن تروح بقى لا ده انا اجيب اوضه النوم شكلها عامل كذا ومش عارف، والراجل بقى لا انا اوضه النوم بقى احب اجيبها كده، ولا اوضه الاطفال بقى بعد اذنك يا ست الكل مالكيش دعوه،
هو الراجل بيختار اللي هو ومراته اللي عايزينه، ده بيتهم هم، فاهم؟ يعني ايه، وانا عارف الراجل هيبقى بالنسبه له قشطه، هم لو قالوا على اي حاجه يعني اغلبنا بيبقى كده، اللي انتوا عايزينه هاتوه. كده كده انا راجل عايز اخلص واتجوز بقى واستقر، ما بندورش على الشكليات دي، لكن هم البنات بيدوروا عليها اكتر، فاهم؟ فانا قلت الحته اللي كان فيها اكتر ان هي حته الام، مامتك هي اللي هتعمل كده. طيب ايه مشاكل تانية ممكن تحصل؟ بص، انت هتتضغط جدا في الفتره دي، فهتبقى عصبي اكتر. معلش يا عروستنا، استحمليه، هيبقى مضغوط والله. هو مش ما عادش، لا ما تقعديش تقولوا بقى ده انت ما عدتش زي الاول، ده انت كنت في الاول بتجيب لي هدايا، وممكن حتى يبقى مضغوط ماديا فما يعرفش يجيب نفس الهدايا اللي كان بيجيبها في الاول. فمعلش انت كده عروسه شطوره كده وعاقله، هتعملي ايه؟ هتستحملي الراجل ده، لان هو دلوقتي احنا في زمن صعب. ماشي، الراجل بيشتغل وبيشقى وبيعمل كده علشان عايز يعفي نفسه وعايز يحافظ عليكي ويتجوزك، فانت زي ما هو بيعمل كده خلاص، لا يا حبيبي ربنا يعينك، ده انا عارفه والله، ده انت بتعمل، ده انت كده. الكلام ده بيطبطب عليه، وهو هيخليه عايز يجيب لك احسن حاجه. لكن بقى ده انت ما عدتش بتهتم بيا، ده انت ما عدتش بتسال فيا، ده انت ما عدتش، ده انت الاول كنت بتضحك عليا بقى. اصل بص، الشيطان هيجي لكم كل حته، هيجي لك انت هناك، هيجي له هو هناك، بص هيتشقل. فانا عايزكم انتوا تحبطوا الشيطان ده، هو يعمل مهما يعمل، لا احنا والله مكملين، بنتخانق وبنزعق وبنضايق من بعض وبنقول مش هنسيب بعض. ده الله، طب الخناقات دي مش حقيقيه، مش هي. انا قلت لك على العيوب اللي امتى هنسيب فيها بعض، لكن دي مش عيوب. خناقات بنتخانق كل يوم صبح وليل في فتره التجهيزات، كل الخناقات دي اقسم بالله ما كل ده وهم. يعني ده انا ما بقتش مرتاحه معاه، ده انا ما عدتش طايقها، ده اقسم بالله يا ابني، والله يا بنتي اقسم برب العزه، كل ده وهم. ولو سبتوا بعض هتندموا اشد ندم، انتوا الاثنين او حد فيكم هيندم اشد ندم. تمام؟ اللي هيسيب هيندم اشد ندم. وخد يعني الكلمه دي انا بقول لكم اهو، لان الخناقات دي كلها مش حقيقيه، كل الخناقات اللي في الفتره دي مش حقيقيه ابدا. طيب، فاحنا هنستحمل بعض، والشيطان هنحبطه، وهنكمل ان شاء الله طالما احنا ما فيناش عيوب ولا كده. لكن بنتخانق وبنزعق وبنعمل، ومامته ده هي تشوف، ده مامته اترخمت عليا، ده هي مامتها عملت، ده الشغل ده. معلش هنستحمل بعض لحد ما هم كلهم 6 شهور اللي هيبقى فيهم الليله السوداء دي هيخلصوا. وافتكر بقى يا عم شهر العسل اللي هتعيشه، افتكر يا عروسه بقى لما هتبقي في بيتك كده مع، افتكروا الايام الحلوه دي. دايما اقعدوا فكروا في الهدف بقى اللي احنا واصلين له، لما ابقى اب، لما انت تبقي ام، تقعد تفتكر الحياه الجميله دي، هي دي اللي تخلينا نكمل. ماشي، عشان ما بقاش انا شفت كل اللي بقى عمال وفاكر بقى ده الجواز قرف زي ما قالوا، ده شوف ده انت طلعت نكد، ده انت طلعت نكد، مش لا، الكلام ده كله مش حقيقي. وعايزكم دايما الحاجات دي تقوي علاقتكم مش تبوظها. لما نتخانق وكده، لا شوف ده احنا الحمد لله طلعنا من الخناقه دي عاملين ازاي، ده احنا اتعلمنا، لا ما ننامش ابدا واحنا زعلانين من بعض، مهما الكلمه دي نقولها 1000 مره والخناقه تخلص. مش بس لا يا حبيبتي انا اسف، لا يا حبيبي انا اسفه، لا مش بس كده. امال احنا قفلنا الموضوع ده خالص، احنا اتخانقنا النهارده بسبب طقم الصيني، بكره هيبقى بسبب الحلل، ما نتخانقش بسبب الصيني تاني. فاهم؟ انا بهزر بس انا قصدي يعني خلاص احنا قفلنا الخناقه دي وعرفنا لا خلاص، علشان ما يحصلش تراكمات. ماشي، بالله عليك، سواء هي حاجات صغيره او حاجات كبيره. فالفتره دي انا وعايز الاعتماد عليك اكبر انت، ان انت تبقى فاهم وبتفهمهم ان هيحصل خناقات وهيحصل الكلام ده. كلنا نبقى داخلين كده وعارفين ان في شيطان، يعني بص اشطر مننا كلنا، ومش هيهدى الا لما يطلعنا لبعض. وانا حكيت على اللي هي القصه بتاعت ابليس دي قبل كده، واحكيها لكم تاني وتالت وعاشر لحد ما تعرفوها. انا بس ببص هنا على المفروض امشي ازاي. اقول لكم برضه على الموضوع اللي هو بتاع ابليس ده تاني، علشان انتوا برضه تبقوا عارفين الشيطان بيفكر ازاي، علشان احنا نبقى سابقينه بخطوه. والله لا اقسم بالله ما بهزر، انا قلت القصه دي قبل كده واقولها تاني. ابليس بيبقى قاعد على عرشه، تمام؟ فبيجي له شياطين اللي هو بيبقى باعتهم على البني ادمين، كل شيطان بيجي له يقول له يا ابليس، وهو قاعد على العرش كده متكبر، انا خليت فلان يسرق. يقوم قايل له انت ما عملتش اي حاجه. طيب انا خليت فلان يزني، انا خليت فلان يعمل يجد، يقعد يجي له بقى كل واحد يجي بالحاجات اللي خلى البني ادم يقع فيها. كل ده يقعد ابليس يقول له ايه، انت ما عملتش حاجه، هيتوب كل ده هيتوب منه، لحد ما يقوم جاي له شيطان يقول له ده انا فرقت ما بين فلان وفلانه،
كانوا رايحين يتجوزوا وخليتهم فرقوا، كانوا متجوزين وخليتهم يتطلقوا. هيقوم قايم المتكبر المتغطرس من على عرشه ويحييه ويقول له انت نعمه، انت احسن شيطان فيهم، انت احسن من اللي خليت ده يسرق، انت احسن من اللي خليت ده يزني، انت احسن، شوف انت احسن من دول كلهم. على بعد 3 كيلومترات الاتجاه نحو اليسار باتجاه الطريق المنحدرة. فاهمني؟ فهيبقى انت لازم تبقى عارف ان هي دي لعبته، هو نفسه ان انتوا تسيبوا بعض، فانت اذكى منه، انت اذكى منه، انتوا ما تسيبولوش لمرحله ان هو قبل الجواز تسيبوا بعض، ما توصلوش لكده، ما يبقاش احنا عشنا كل ده وشفنا عيوب بعض المتناسبه وشفنا كل حاجه ونيجي النهارده قبلها ب6 شهور نسيب بعض، ولا قبلها ب3 شهور، ولا لا 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 لا، مفيش حاجه اسمها نسيب بعض، ولا بعد الجواز طبعا. انا لسه هجيلك في بعد الجواز دلوقتي، احنا كل ده في قبل الجواز. بعد الجواز طبعا فكره الطلاق دي انا مش هقول لك برضو الا في الحالات امتى اللي تطلق وامتى اللي تطلبي الطلاق، لكن في الحياه كل ده في الفتره دي بكل خناقاتها ما تفسخوش الخطوبه طول ما انتم متوافقين مع بعض، حتى لو كل ساعه بتتخانقوا كملوا، والشيطان بقى يعمل اللي يعمله، يبص يقول لكم ده هي ما بقتش زي ده، هي دي مش مناسبه ليك، يروح يقول لها هو ده اللي هتعيشي معاه، ده شو ده اتعصب عليك وبكره يضربك، هيقول لك الكلام ده، هيقول لك الكلام ده يا سيدي، والله العظيم هيقول لكم الكلام ده انتوا الاثنين. هو بص اصل هو مهما راح ولا جه كده ضعيف، فهم شويتين بيقعد يعملهم واخره فاضي الله يحرقك بجاز. فماشي، فبالله عليكم والحمد لله بقى، انا مش بقول لك ان الفتره بس دي هيبقى دي اكتر فتره فيها ضغط في الخطوبه كلها او في التعارف كله، اللي فات قبل كده كان كله الحمد لله ان شاء الله يكون في مشاكل وفي حاجات من دي، بس دي الفتره الاكبر ضغط. قلت للراجل هتتنازل امتى؟ البنت انتوا الاثنين مضغوطين، انتوا الاثنين بتختاروا نستحمل بعض، نريح بقى احنا نفسنا ان احنا نرتاح واحنا بنحب بعض احنا الاثنين، ما احنا مش جايين هنا عشان نتعب بعض، فاللي تقدر تريحوا فيها يا راجل يا عريس يا جميل ريحها فيه، وانت اللي تقدري تريحيه في ريح، ما بنريح بعض، انت بتحبي ايه يا ستي بيرضيكي ايه حاضر، وبرضه انتوا والعيله بقى الناس الكبيره، انا عشان ما عنديش ناس كبيره قد كده بس في موجودين، انتوا ما تخلوش الاثنين دول يتفرقوا، هم عيال صغيره يا سيدي ولا هم وكده، لان وقتها بيبقى فيه مشاعر وفيه بتاع فهيبقى فيه بقى مشاعر بقى اللي هو غضب وعصبيه، وفي مشاعر بقى حب مع انتوا بقى الاهل العاقلين هتسيبوا بعض يعني ايه؟ يعني هي لعبه ولا ايه؟ الاب يتدخل من هنا، الام تتدخل، ما فيش حاجه اسمها نسيب بعض، احنا اتفقنا انت يالا روح صالحها، انت يا بنتي روحي صالحيه، ما فيش الكلام ده، ما فيش حاجه اسمها نسيب بعض. الاهل برضو يبقوا معانا، ما تسيبوهمش عشان خاطري، لان انا كميه فسخ الخطوبه اللي بيحصل وكميه الطلاق اللي بيحصل وكميه الفراق اللي بيحصل، يعني انا اقسم بالله اكتر من الناس بتيجي تبص تلاقي البنت اتفسخت خطوبتها 3 مرات، الراجل فسخ له 3 خطوبات، الراجل مطلق له مرتين. الاتجاه نحو اليسار باتجاه الطريق المنحدرة. فاهمني؟ لا فايه؟ فاحنا بنحاول، انتوا الاثنين هتحاولوا على قد ما تقدروا، ولو جيتوا وقعتوا الاهل في ظهركم، انتوا فهموا اهلكم لهم ده هم الشيطان هيبقى ورانا، لو شفتونا بنتخانق او كده صالحوا ما بيننا، لكن انا ما بقولكش تدخل اهلك في مشاكل، بس انا بقول لك هم لو شافوا ان انتوا الدنيا مش كده، لا يا حبيبي ينصحوا كل، يعني انت ما تروحش تقول لها مثلا ده هي تروحش تقول لمامتك ولا باباك ده فيها وفيها وفيها، لا مش ده اللي بتكلم عنه خالص، ولا انت تروحي تقولي لاهلك ده هو فيه وفيه وفيه، لا هم لما انا بقول للاهل لو شفتوا ان هم بتخانقين او كده، لا ده ايه يا حبيبي انتوا اتحسدتوا ولا ايه، ده انتوا مش عارف ايه كلام من ده، لكن ما تدخلوش، هتدخلوا ما بينهم هتخلوهم يسيبوا بعض. انا بقول ان انتوا لو انتوا اهل ان انتوا تظبطوا الموضوع ده ظبطوه، مش كده لا اصمتوا احسن، وانتوا ان شاء الله يا رب العرسان يقدروا، لان انا الاهل بيبقى بشوف فيهم حاجات كده مش عارف، او يمكن انا ما اعرفش اكلمهم قوي لان هم مش من سني، بس اللي انا بقوله يعني حافظوا على خلي ولادكم يكملوا، بلاش الغطرسه والحاجات اللي هي دي.